طبعا مباراتنا مع المنتخب السعودي راح تكون فاصلة، وما راح تكون بنفس المستوى التكتيكي للمنتخب البحريني، لأن بصراحة منتخب البحرين أفضل تكتيكيا وتنظيميا من السعودية والعراق، بدليل فاز عليهم اثنيناتهم بالتنظيم مو بالأفراد. يعني كلاعبين المنتخب السعودي والعراقي أفضل من لاعبين المنتخب البحريني، ولكن لمسة المدرب واضحة. فالمنتخب السعودي قلنا عنده مشكلة بين إقالة مانشيني وعودة رينارد ولاعبين جدد. راح يكون عنده نفس المشكله اللي عندنا، انه جوده لاعبين المنتخب العراقي والسعودي موجوده، ولكن المدربين مدربنا نعرف انه ما عنده، يعني ما عنده تشكيله ثابته وما عنده خطه ثابته. ولكن راح تكون نديه بين لاعبين المنتخب السعودي والعراقي، وان شاء الله الفوز عراقي، ونتمنى التوفيق طبعا للفريقين. انه اذا فاز المنتخب السعودي وقدم مستوى عالي نبارك له ونقول هارد لك لفريقنا، وايضا اذا فاز المنتخب العراقي نقول الف مبروك لمنتخبنا وهارد لك للمنتخب السعودي. هم اكو نقطه طبعا جدا مهمه، اكو مدربين يلعب 4-3-3، لما تجي تغير الخطه وتلعب 4-2-3-1 وايضا تغير اللاعبين، هو ذا نفس اللاعبين الدعش وتجي تغيرها، راح بعض اللاعبين، يعني على الاقل اثنين من اللاعبين ما راح يعرف يلعب بهذه الطريقه. فلما تجي تغير الطريقه وتغير اللاعبين، هذا راح يسوي كونفيوز عند اللاعبين ككل، وهذا اللي شفناه مع المنتخب العراقي.